السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أماني، أخصائية تخاطب تنمية مهارات وصحة نفسية. أهلا بكم في قناتي يوميات تحدي المشاكل. النهاردة إن شاء الله فكرة الفيديو 14 أكلة تجلب السعادة النفسية. إيه بقى؟ هنتكلم عن الحاجات اللي تخلينا نحس بسعادة نفسية لما ناكلها. أول حاجة عندي الشوكولاتة الداكنة. ليه؟ لأنها غنية بالكاكاو. تاني حاجة عندي المأكولات البحرية زي السلمون. تاني حاجة اللي هي السلمون. تالت حاجة السردين. رابع حاجة التونة. ناكلهم مثلا على الأقل مرتين في الأسبوع. دي حاجات بتحسن الحالة المزاجية ومليانة بأوميجا 3، وبترفع وبتدينا إحساس بالسعادة النفسية. بعد كده عندي رقم 6 المكسرات. رقم 5 المكسرات زي اللوز. رقم 5 وكاجو والجوز اللي هو بنسميه هنا في مصر عندنا عين جمل. رقم 8 عندنا العسل الأبيض، زي ما ربنا ذكره في القرآن فيه شفاء للناس. رقم 9 طبعا الموز غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، بيدي طاقة وبيرفع هرمون السيروتونين. رقم 6 في حاجة اسمها التلبينة، الرسول قال عنها انها مجمة للفؤاد. رقم 11 العنب، وخاصة العنب الأحمر أو العنب اللي لونه أحمر غامق ده. طيب العنب ده بيعمل ايه؟ بيمد الجسم بالطاقة والحيوية، بيقلل عندي القلق والاكتئاب، ويساعد على إفراز هرمونات السعادة والشعور بالسعادة. يا ريت بقى لو استفدتوا اي حاجه من المعلومات اللي انتوا عرفتوها دي تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه عشان يصلكم كل الفيديوهات الجديده. يا ريت بقى اللي داخل جديد في القناه، طبعا انا برحب بكل الناس اللي دخلوا جداد القناه. يا ريت بقى تاخدوا لفه كده في القناه متنوعه، في حاجات كتيره، حاجات في الصحه النفسيه، حاجات عن عروض كازيون، حاجات عن منيوهات الاكل، حاجات عن ازاي نوفر في الفواتير الكهرباء والميه والغاز والحاجات دي. القناة متنوعة هتعجبكم. لفوا كده لفة في القناة هتلاقوا فيها فيديوهات متنوعة. نكمل بقى موضوع الفيديو بتاعنا رقم 12. الأكلات اللي بتساعد على الشعور بالسعادة. التين، ربنا أقسم بالتين قال والتين والزيتون. التين له أهمية عظيمة بأنه بيحارب الشيخوخة، وكمان بيدينا إحساس بالاسترخاء والهدوء. طبعا ما ناكلش بقى منه كميات كبيرة لانه مليان سعرات حراريه عاليه جدا، ممكن يرفع لنا السكر. ناكل منه من 1 ل2، مش ما نزودش عن كده. يعني في ناس بقى تقول لك ده بيجلب السعاده بقى وبيفرز هرمونات السعاده، طب انا بقى اكل منه كميات ضخمه، اجيب اطباق واقعد جنبه. لا، ده كده غلط. ربنا قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. الرقم اللي بعد كده رقم 13 الشوفان. الشوفان ده برضو من الحاجات المهمه بسبب الشعور بالسعاده، وبيطلق الطاقه ببطء. رقم 14 التمر. طبعا التمر طبعا سنة عن الرسول، هو من أفضل الأطعمة وأعلاها قيمة غذائية، في 12 عنصر و6 معادن. طبعا غني جدا، يعني ممكن الإنسان يكتفي بيه بس ويبقى غذاء متكامل بالنسبة له. لو هو ظروفه وحشة ومش قادر يجيب أكل كتير متنوع، يكتفي بالتمر فقط. زي ما الرسول قال البيت الفقير اللي هو ما فيهوش التمر. التمر دوت من الحاجات اللي هي سنة على الرسول. لو خدنا 7 تمرات على الصبح بيكفينا من كل شيء سيء، وبتساعد على الانتباه والتركيز. طبعا التمر مفيد جدا، ومليان زي ما قلت لكم عناصر غذائية ومعادن، في 12 عنصر و6 معادن. يا ريت بقى لو عجبكم اي حاجة في القناة لايك للفيديو، وتعملوا اشتراك في القناة عشان يصلكم كل العروض كل عروض كازيون وكل الفيديوهات عن الصحة النفسية والسعادة النفسية. يا ريت بقى تشاركوا الفيديو مع كل الناس اللي تعرفوهم، مع كل جهات الاتصال اللي عندكم، عشان تفيدوا الناس والناس تحس بسعادة نفسية. وده هيجيب لك برضو سعادة نفسية ان انت دليت على الخير. طبعا القناة برحب بكل الناس اللي دخلوا جداد القناة متنوعة وهادفة من أجل نشر المعلومات، ومن أجل ان الناس تعرف حاجات مختلفة وتعرف معلومات كتيرة تفيدها في حياتها. وفي كمان عندي فيديوهات عن الميزانية، وفيديوهات عن فيديو عن التخسيس، وفيديو عن مشكلات النطق عند الأطفال. القناة هتعجبكم جدا لأنها متنوعة ومش في موضوع واحد. يا ريت بقى تعملوا شير للفيديو علشان الفائدة تعم على كل الناس ويشعروا بالسعادة النفسية زي ما انت بالظبط هتشعر بالسعادة النفسية لما تدل على الخير، والدال على الخير كفاعله، ومن أسعد الناس فهو أسعد الناس. وشكرا جدا ليكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.